المملكة المغربية، وحدة عتيدة تجسد الماضي التليد للجيش المغربي الباسل الذي شكل على الدوام رمزا للإخلاص والتفاني والدفاع المستميت عن العرش وحماية حوزة الوطن. هي مظاهر خاصة واحتفال غني بالدلالات والرموز يجسد حفاوة الاستقبال والترحيب الذي يخص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ضيفه الكبير فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. فالزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية ومتجذرة بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. هي مرحلة جديدة لمنح الشراكة الاستثنائية بين الرباط وباريس، رؤية متجددة وطموحة تغطي عدة قطاعات استراتيجية وتضع ضمن خارطة الطريق المستقبلية أولويات البلدين في أبعادها الثنائية والإقليمية والدولية، بما يدعم حضورهم إقليميا ومتوسطيا ودوليا في كافة المجالات والأصعدة. زيارة دولة للمغرب عميقة الدلالات، مفعمة بالإرادة المشتركة الطموحة للارتقاء بالعلاقات الثنائية على أسس متينة وصلبة، صداقة نموذجية وقوية وثابتة، وشراكة هي في خط تصاعدي وتناغم إيجابي تنبني على الاستمرارية والمصالح المشتركة والأهداف الواضحة والاحترام المتبادل والدفاع عن القيم الإنسانية النبيلة، عن قيم الحرية والكرامة والتسامح، بما يدعم ويساهم في ترسيخ وتوطيد الأمن والسلام والاستقرار عبر العالم. فباريس والرباط عملتا تاريخيا على تطوير هذه الروابط متعددة الأبعاد وترسيخ هذا النهج اعتبارا لمكانتهما وحظوتهما قاريا ودوليا، وهما اليوم مدعوتان لتعزيزها أكثر في إطار دينامية جديدة تهدف إلى دخول فصل جديد من الشراكة الاستراتيجية والاستثنائية التي تشهد اليوم قفزة نوعية ومثالية في سياق جديد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون. هي علاقات غير عادية، علاقات متفردة لا مثيل لها ومتجذرة في التاريخ وقائمة على أسس مصالح متبادلة، علاقات تجمع دولة بدولة ويتابعها قائد البلدين باهتمام وعناية كبيرة. ففرنسا هي شريك مميز للمغرب سياسيا اقتصاديا وإنسانيا، قائمة على أسس متينة وصلبة.
كانت هذه تحية العلم على نغمة النشيد الفرنسي والمغربي. وقد أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفاء بمقدم فخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية يستعرضان تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي التحية الرسمية. استقبال كبير يخص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ضيف المغرب الكبير. استقبال يعكس العلاقة المتينة التي تجمع الرباط بباريس. زيارة تحمل أكثر من دلالة وتندرج ضمن استمرارية العلاقات التقليدية الأخوية والتعاون متعدد الأشكال بين البلدين. والعلاقات المغربية الفرنسية ظلت لعقود نموذجا إقليميا ناجحا لمتانة وقوة الروابط الحضارية بين الشمال والجنوب، وظلت المجهودات المشتركة بين البلدين صمام أمان إقليمي للاستقرار والسلام والأمن الإقليمي والعالمي. كما أن العلاقات الثنائية القوية بين البلدين ليست وليدة صدفة أو بفعل مصلحة عابرة، بل كانت على الدوام نموذجا يقوم على أسس يتداخل فيها التاريخ والحضارة والسياسة والاقتصاد، مما يجعلها علاقات متعددة الأبعاد والمداخل، ويقوي بشكل كبير فرص النجاح والاستدامة والنجاعة، ويعزز من إمكانيات التعاون المتبادل والعمل المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ففي عهد جلالة الملك أخذت الدبلوماسية المغربية نفسا جديدا مرتكزة على الفكر الدبلوماسي لجلالته وتوجيهاته، حيث صمم سياسة خارجية تتسم بالاستباقية والأخذ بزمام المبادرة، ترتكز على التوازن بين الجديد والقديم، وتتعامل بكياسة مع المتغيرات وتحافظ على الثوابت. جاء جلالة الملك بتصور جديد للدبلوماسية المغربية يعبر عنه من خلال خطاباته الموجهة للعموم أو الموجهة للمؤسسات الدولية. فسلكت الدبلوماسية المغربية توجها جديدا ومتجددا قائما على الوضوح والحزم فيما يخص الدفاع عن مصالح المملكة المغربية، وفي مقدمتها أولوية المصالح قضية الصحراء المغربية. وبمدخل القاعة الملكية يقدم التمر والحليب لضيف العاهد الكريم فخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، جاريا على التقاليد المغربية الأصيلة. فالتوازن والروية سمات المميزة للدبلوماسية المغربية، تنفتح على علاقات تعاون مثمرة مع كافة القارات، مع إيلاء أهمية للتوازن في العلاقات الخارجية للمملكة، تقوم على الندية وحفظ المصالح المشتركة مع دول الجنوب ومع القوى العظمى وحفظ السلم والأمن الدوليين. فالمملكة المغربية على امتداد تاريخها الطويل كانت نقطة لقاء بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، ولها من الرصيد الحضاري والتاريخي لتكون قاطرة للتطور في محيطها الإقليمي وفي امتدادها الإفريقي، حيث مد المغرب جسرا سياسيا واقتصاديا بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء. فشراكة رابح رابح كانت منطلقا لكل المبادرات الاقتصادية التي يقدم عليها المغرب تجاه شركائه الاقتصاديين. الصعيدة تكريسا للرغبة الأكيدة التي تحظو المغرب وفرنسا قيادة وشعبا لنسج روابط أوثق، ترجمة لطموحات الشعبين الصديقين. أعداد غفيرة من أبناء مدينتي سلا والرباط يرحبون بمقدم رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون ضيفي المغرب الكبيرين، ويعبرون عن اعتزازهم بالصداقة المغربية الفرنسية وعن ارتياحهم لمستوى العلاقات السياسية القائمة بين الدولتين. بفضل هذا المنعطف التاريخي ستشهد العلاقات المغربية الفرنسية قفزة نوعية، وسترقى إلى مستوى تعاون ثنائي متين
والبلدان ماضيان نحو ترسيخ شراكتهما على أسس صلبة ترتكز على روابط ودية وأواصر صداقة قوية وعلى الاحترام المتبادل والتعاون المثمر. أبناء العدوتين يعبرون بكل مظاهر التعبير عن امتنانهم وعرفانهم لجلالة الملك بهذه الخطوة القوية لتقوية روابط الصداقة والاحترام المتبادل بين المغرب وفرنسا. للجمهورية الفرنسية وعي تام بما يتمتع به المغرب من مؤهلات هائلة تجعل منه أحد أهم القوى الاقتصادية على المستوى القاري والجهوي، ناهيك عما ينعم به من استقرار في أبعاده الشمولية ومن مسار تنموي اقتصادي وسياسي واعد تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. لا تفتأ الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب وفرنسا تتقوى على مر السنين بفضل الإرادة المشتركة والعمل الموصول من الجانبين قصد تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية ذات العوائد الإيجابية على الجانبين. المغرب وفرنسا يتقاسمان رؤية اقتصادية واستراتيجية متطابقة بما يسمح لهما بإرساء نموذج ناجح للشراكة والتطلع لتحقيق الأهداف المرجوة. هذا الالتزام المشترك يجعل البلدين يشكلان منصتين اقتصاديتين فريدتين كل في منطقته، ويغذيان معا نموذجا حقيقيا للشراكة مفيدا للجانبين. من هذا المنطلق يعمل البلدان معا لتعزيز هذه العلاقات العريقة التي تجمع بينهما وفقا للإرادة المشتركة لجلالة الملك والرئيس الفرنسي، التي ستتناولها مباحثات جلالة الملك مع ضيفه الكبير، والتي ستكون لها انعكاسات جد إيجابية على مستقبل الشراكة بين الدولتين. هذه الزيارة التي تتم بدعوة كريمة من جلالة الملك تكتسي طابعا متميزا، كونها ستمكن من استكشاف فرص وآفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، سيما في ظل ما يشهده المغرب من إصلاحات عميقة. وأحيل الميكروفون للزميل محمد الدودي ليتابع معكم سيداتي وسادتي وقائع الاستقبال الرسمي الذي يقيمه جلالة الملك على شرف ضيفي المغرب الكبيرين. حقبة ومرحلة جديدة تدخلها العلاقات التاريخية